يا هلا بالعودة، ازيكم؟ عاملين ايه طلاب تالتة اعدادي وتانية واولى اعدادي؟ كمان وحشتوني جدا جدا جدا. وكمان طلبتوا مني كتير جدا في الكومنتات ان انا اعمل لكم فيديو ازاي تذاكروا في رمضان، وازاي كمان تعملوا جدول مذاكرة. وعشان كده النهارده في الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل جدول مذاكرة مع بعض، وازاي كمان نذاكر في رمضان، وازاي كمان نعلم مستوانا، وازاي نختار روتين المذاكرة المناسب لينا. وجدول المذاكرة ده من اهم الحاجات اللي احنا المفروض كلنا نعملها في رمضان، لانها مهمة جدا بالنسبة لنا، وكمان هتنظم لنا وقتنا وتحدد لنا كل حاجة موجودة عندنا وازاي نذاكر في رمضان. وكمان هتكون بالنسبة لنا كده حاجة مريحة عشان نبقى عندنا روتين كده نذاكر بيه في رمضان. والدراسه كده كده مستمره في رمضان مع اختلاف بس المواعيد. يعني انا مثلا عندي اول يوم في رمضان اللي هو يوم السبت ده هيكون عندي سكاشن كتير جدا، وكمان هيبقى عندي تقييمات كتير جدا في رمضان. عشان كده هعمل برضو جدول مذاكره ليه، عشان يحدد برضو الحاجات اللي انا المفروض اذاكرها او الحاجات اللي انا المفروض اركز عليها طول الشهر، عشان كده اطلع باكبر استفاده. واكتبوا لي في الكومنتات عليكم ايه يوم السبت اللي هو اول يوم في رمضان وهتنزلوا دروس ايه بالظبط. قبل ما ابدا الفيديو حابه اقول لكم لو انتم مش مشتركين في القناه انزلوا اتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه، وكمان فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا لايك للفيديو ده واعملوا لي كومنتات جميله عشان تشجعوني ان انا استمر اكتر، وخاصه في السلاسل الكتيره اللي هتنزل في رمضان عشان نشجع بعض كده على المذاكره على طول. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول حاجه هطلبها منكم في الفيديو ده انكم تجيبوا الكشكول الجميل بتاعكم، او تجيبوا ورقه بيضاء مفيش فيها اي كتابات خالص عشان نبدا الجدول بتاعنا ونبدا نخطط ليه. ومش شرط يكون معاكم ماركر، لو معاكم بس قلم رصاص ومسطره وكمان قلم ازرق او احمر او اخضر، الاقلام اللي هي العاديه دي عادي جدا هنعمل بيها الجدول وهيبقى شكله جميل برضه. واول حاجه هنبدا في الجدول بتاعنا هو ان احنا هنكتب العنوان كده بشكل محفز وشكل جميل كده، وبعدين نبدا على طول في الجدول الاسبوعي بتاعنا. وطبعا هيكون جدول اسبوعي لان احنا مضطرين ان احنا ننزل دروس كل اسبوع، فاحنا هنخلي الجدول بتاعنا عباره عن 7 ايام اللي هم 7 ايام بتوع الاسبوع. والجداول الاسبوعيه بالذات في المذاكره مهمه جدا بالنسبه لنا، لانها بتقسم الوقت اللي عندنا وبيكون عندنا وقت كبير جدا نضيف فيه كل المواد اللي احنا عاوزين نذاكرها، وكمان بتزود الانتاجيه بتاعتنا. فاحنا هنعتمد الجدول ده في مذاكرتنا طول رمضان، وكمان ممكن تعتمدوا الجدول ده في مذاكرتكم كمان بعد كده وتعدلوا فيه زي ما انتوا عايزين، وهعرفكم ازاي دلوقتي. ايدي طبعا بتبقى مداريه على الكتابه وانا بكتب، فما تقلقوش هسيب لكم الجدول في اخر الفيديو. وكمان انتوا لو حابين تكتبوا ورايا يعني الجدول ممكن تكتبوه ورايا. هنبدا نعمل بالمسطره بتاعتنا بالقلم الرصاص 7 خانات افقيه للسبع ايام بتوع الاسبوع، وهنبدا نقسم الخانات بتاعتنا لخانتين رئيسيتين. الخانه الاولى هنعملها لليوم، والخانه الثانيه للمواد اللي احنا هنذاكرها. وبعدين هبدا معاكم اقسم الخمس مواد اللي عندكم على السبع ايام بتوع الاسبوع، عشان كده ندي لكل ماده حقها في الحل والمذاكره. واول يوم معانا في الجدول بتاعنا وهو يوم السبت. يوم السبت ده هنخليه لمذاكره الرياضه وكمان مذاكره العربي، لان الرياضه بتحتاج مذاكره كتير جدا وحفظ للقوانين، وكمان التطبيق عليها كتير جدا وحل كتير جدا جدا. وكمان العربي ماده سهله فمعظمنا يعني بيعرف يذاكرها بسهوله، عشان كده حطيتها برده مع الرياضه. وزي ما انتم عارفين ان الرياضه ماده فهم وتطبيق ومحتاجه حل كتير جدا على القوانين، عشان كده هحطها مع ماده حفظ زي العربي. العربي يعني انا عارفه بس ان النحو هو اللي بيحتاج فهم، لكن الباقي محتاج بس حفظ بحت، ان انت تقعد تحفظ النصوص والحاجات دي. فاحنا يوم السبت نبدا على طول في مذاكره الرياضه، وبعدين نبدا على طول في مذاكره العربي. اول حاجه نبدا في الرياضه لانها صعبه الاول، وبعدين محتاجه فهم كتير، فاحنا نجيب فيديوهات الشرح ليها وبعدين نبدا على طول نذاكرها. وبعدين على طول نبدا نذاكر في العربي ونحفظ كتير جدا. نقسم وقتنا بقى بين الرياضه والعربي يوم السبت. انا عارفه ان في مواد ممكن تحتاج ساعات كبيره جدا في المذاكره، وبعدين في ماده تانية ممكن تذاكرها معاها فهي مش محتاجه يعني مذاكره كتير، ممكن تاخد ساعه ساعتين، لكن ماده تانية ممكن تاخد 4 ساعات. مش مشكله، المهم تاخد اللي تاخده وتاخد الوقت اللي هي عاوزاه، المهم ان احنا نطلع كده مستفيدين ومستوانا يعلى. تاني يوم معانا في الجدول وهو يوم الاحد. الحد عاوزين نذاكر فيه ماده العلوم، وكمان ناخد معاه ماده الانجليزي. العلوم طبعا فيه معادلات كتير، وكمان ممكن يكون فيه حاجات محتاجه حفظ كتير جدا زي المعادلات والعناصر، فاحنا محتاجين نديلها وقت كبير جدا ونحفظها كويس عشان نعرف نحل في الامتحان. وكمان الانجليزي عايزين نحفظ كلمات كتير جدا ونحاول نحل القطع والبراجراف ونحفظ في البراجرافات او كده، عشان البراجرافات برضو مش عايزين نهمل فيها لاخر السنه. وهنا يوم الاحد بقى هسيب لكم الاختيار، ممكن تبداوا بالعلوم او الانجليزي حسب اي ماده فيهم انتوا واقعين فيها اكتر، او فيها حاجات كتير جدا مش مفهومه بالنسبه لكم او صعبه بالنسبه لكم في المذاكره وبتاخد وقت كبير. دايما المواد اللي بتاخد وقت كبير جدا او صعبه معاكم في المذاكره ذاكروها اول حاجه، لانها تسهل معاكم وهتعرفوا ان انتوا تذاكروها وتدوها وقت اكبر. اما الماده السهله فممكن تذاكر في ساعه او ساعتين. تالت يوم معانا في الجدول بتاعنا وهيكون يوم الاثنين، هنذاكر فيه الدراسات وكمان العربي. المادتين دول محتاجين حفظ كتير جدا، وخاصه الدراسات لان معظمها بيبقى كلام كتير جدا محتاج حفظ، وكمان بتسال دايما في المقالي. وبالنسبه لي لازم تبداوا الاول بالدراسات في المذاكره، لان الدراسات بيحتاج وقت كبير جدا على ما المعلومات تثبت، وكمان الدرس بيكون طويل. عشان كده ابداوا في الدراسات، وبعدين لما تخلصوا الدراسات خالص ابداوا في العربي بعدها. وبالنسبه للدراسات عشان يثبت معاكم لازم تحلوا اسئله كتير جدا عليه، لان الاسئله هي اللي بتثبت الدراسات بالذات. وبعد كده في العربي برضو حل اسئله كتير جدا، وخاصه على النحو لان النحو بيحب الممارسه، وخاصه بقى ان اسئله النحو بتبقى غير متوقعه، يعني محدش بيبقى عارف النحو اللي هيجي هيبقى عامل ازاي، فانتوا لازم تذاكروا النحو كويس جدا لانه بيوقع طلبه كتير. وانت بتذاكر النحو بالذات لازم تذاكروا بالامثله، لان الامثله مهمه جدا، ولازم تحفظوا كمان بالامثله، لان الامثله دايما هي اللي بتوضح لنا القواعد، لان القواعد ممكن تخدعك في اوقات كبيره جدا. اليوم الرابع معانا في الجدول بتاعنا هيكون يوم الثلاث، ولازم نذاكر في يوم الثلاث الرياضه والعربي. والرياضه طبعا زي ما قلت لكم هتبداوا فيها اول حاجه لانها محتاجه حفظ كتير جدا وفهم كتير للقوانين وكمان حل كتير، فلازم تبداوا بالرياضه، وبعدين لما تخلصوا الرياضه تبداوا بمذاكره في العربي. حلوا كتير جدا على الرياضه، ويكون معاكم كشكول
كشكول خاص للرياضه تكتبوا فيه قواعد الجبر والهندسه، عشان لما تيجوا تحلوا الاسئله كده يبقى القواعد معاكم كلها. خامس يوم معانا في الجدول بتاعنا هيكون يوم الاربعاء، ويوم الاربعاء ده هنحاول نذاكر فيه العلوم والانجليزي. ابدا بقى في مذاكره العلوم او الانجليزي، سواء العلوم هو اللي صعب بالنسبه لك او الانجليزي، فابدا بالماده الاصعب لانها بتاخد وقت كبير. وكمان لازم يكون معاك كشكول الانجليزي تلخص فيه كل الجرامر وكل الكلمات المهمه خلال الترم، وكمان دايما يكون معاك كده مرجع للجرامر عشان لما تيجي تحل او تراجع. سادس يوم معانا في الجدول بتاعنا وهو يوم الخميس، لازم نذاكر يوم الخميس الدراسات والعربي، وزي ما قلت لكم ابداوا بمذاكره الدراسات الاول وبعدين ابداوا على طول بعدها بمذاكره العربي، لان العربي زي ما قلت لكم هو سهل، وكمان حاطط لكم في 3 ايام في الاسبوع، لان ممكن يكون فروعه كتيره شويه او في حاجات كتيره محتاجه تتذاكر. فيوم الخميس ابداوا بالمذاكره في الدراسات الاول وحلوا كتير جدا جدا على الدراسات، وبعدين ابداوا في العربي وحلوا كتير جدا برضو عليه. اما بقى بالنسبه لليوم السابع في الجدول الاسبوعي بتاعنا هيكون يوم الجمعه واليوم الاخير في الاسبوع. اليوم ده هنخليه للمراجعه وكمان للمذاكره، ممكن نذاكر فيه الحاجات الصعبه في الرياضه مثلا او حل تدريبات كتير جدا على المواد كلها، ونخليه يوم مراجعه كده جميل، او يوم نجيب فيه الحاجات المتراكمه علينا ونراجعها. وهقول لكم ازاي دلوقتي نستفيد ازاي بيوم الجمعه ده، وازاي هظبط لنا الجدول الاسبوعي بتاعنا، وايه الفايده الكبيره اللي هتطلع علينا من يوم الجمعه ده بالذات، وخاصه طبعا ان انتوا كلكم بتاخدوا يوم الجمعه ده اجازه. هنيجي بالظبط كده قبل الجدول على طول في الصفحه اللي قباله هنعمل كده صفحه جميله جدا هتفيدنا جدا في رمضان. الصفحه دي هنكتب فيها كل الحاجات المتراكمه علينا في المواد، هنبدا نكتب كل المواد اللي موجوده عندنا، عربي بقى، انجليزي، دراسات، علوم ورياضه، ونسيب مسافه تحتها ونبدا نكتب في كل ماده ايه الدروس اللي احنا واقعين فيها وايه الدروس والحاجات اللي احنا مراكمينها، عشان واحنا بننفذ الجدول الاسبوعي بتاعنا ونبدا نذاكر كده. ومثلا لو احنا ذاكرنا ماده بدري في اليوم اللي علينا فيه مذاكرتها، نبدا على طول نحط المواد او الحاجات المتراكمه علينا في نفس اليوم ده ونبدا نخلصها كده ونحس بانجاز. او زي ما قلت لكم نحط الحاجات المتراكمه علينا دي في يوم الجمعه، او المراجعه اللي هنعملها يوم الجمعه تبقى على الحاجات المتراكمه علينا، وبكده يكون احنا استفدنا من كل الايام بتاعه الاسبوع في مذاكره الجديد وكمان مراجعه المتراكم علينا يوم الجمعه. الصفحه اللي احنا بنكتب كل الحاجات المتراكمه علينا فيها دي مهمه جدا جدا، لان دايما بنكون مواجهين نفسنا كده بالحقيقه، وكل الحاجات اللي احنا مراكمينها علينا او اللي احنا واقعين فيها بنعرف نلمها كويس، او بنبقى على الاقل حاطينها في حساباتنا. فاعملوا الصفحه دي لانها مهمه جدا جدا، اهم من الجدول ذات نفسه، لانها مهمه وبتنجح الجدول بتاعكم وبتخليكم تذاكروا اكتر، فعشان كده اعملوها لانها مفيده جدا. وطبيعي ان انا يعني في كل الفيديوهات بتاعتي لو انتوا هتلاحظوا بعمل الصفحه دي عشان كده تفيدكم وتعرفكم كل حاجه متراكمه عليكم. نيجي بقى لاهم جزء معانا النهارده في الفيديو بتاعنا او في الجدول بتاعنا، او هيفيدنا كتير جدا في المذاكره، هو ازاي نذاكر المواد اللي علينا واكتر طريقه مضمونه لمذاكره كل ماده. اول ماده معانا وهي الرياضه، وكلكم طبعا بتشتكوا من الرياضه في الكومنتات وطبعا عايزين طريقه لمذاكرتها، وانا قلت لكم قبل كده ان الرياضه محتاجه فهم للقوانين. اول حاجه لازم تفهموا القوانين دي كويس جدا، وبعدين تحاولوا تطبقوا عليها كتير جدا جدا. عشان كده لازم تشوفوا فيديوهات شرح كتير جدا للرياضه سواء بقى جبر او هندسه، ولازم تبداوا تحلوا من نفسكم وتشوفوا فيديوهات بتحل. عشان كده رشح لكم شويه مدرسين يشرحوا لكم الرياضه على اليوتيوب وسهلين جدا وشرحهم مبسط. واول قناه معانا هي قناه يلا نفهم ماس، وتاني قناه معانا هي قناه مقر رياضيات، وتالت قناه معانا هي قناه الخطه التعليميه. القنوات دي مفيده جدا جدا في الرياضه وهتفيدكم. انا كمان انا شخصيا يعني كنت بتابعهم وكده وكانوا بيفيدوني جدا جدا، وكنت دايما الدروس اللي انا مش فاهماها اجيب الشرح ليها من على اليوتيوب على طول، واجيب الكشكول بتاعي وابدا اعمل التلخيص بتاعي، وابدا كمان اذاكر كتير جدا واطبق على الشرح اللي انا سمعته. الطريقه دي في الرياضه كانت بتعلي مستوايا، وخاصه في ثالثه اعدادي. يعني انا قفلت الرياضه مع اني كنت طالبه يعني مش مستوايا حلو قوي، او يعني زي ما بيقولوا كده فاشله، او ما كنتش بفهم الرياضه، فعشان كده بدات ان انا اعلي مستواي بالطريقه دي وكنت بفهم، وخاصه ان انا اشتغلت على نفسي كتير جدا في الرياضه لحد ما بقى مستواي كويس. تاني ماده معانا وهي العربي. طبعا العربي معظم الناس بيكون مشكلتها فيه في النحو، والنحو طبعا عايز فهم، عشان كده برضه هرشح لكم طريقه وهرشح لكم قنوات من على اليوتيوب تجيبوا من عليها شرح للعربي. اول قناه معانا هي قناه بتاع عربي، القناه عليها كورسات كتير جدا للنحو ممكن تستفيدوا منها. تاني قناه هي قناه الخطه التعليميه برضه على شرح لكل المواد. وتالت قناه معانا في العربي هي قناه مستر عمر ياقوت، القناه عليها عدد كبير جدا من الشروحات للنحو، وكمان الاولى والثانيه وثالثه اعدادي، وكمان عليها عدد كبير جدا من المراجعات اللي بتنزل باستمرار. ولازم كمان يكون معاكم في العربي كشكول تلخصوا فيه النحو من ورا المستر، لانه مهم جدا وهيفيدكم كمان في المراجعه. وبالنسبه بقى للعلوم فطريقه مذاكرته محتاجه حفظ كتير جدا وكمان فهم كويس وحفظ للمعادلات، عشان كده ارشح لكم قناه كويسه جدا جدا وبتنزل باستمرار. القناه دي هي قناه دكتور احمد مكرم، عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات اللي بتنزل باستمرار زي ما قلت لكم، ويا بختكم لو انتم متابعينها يعني، ولو انتم مش متابعينها فانتوا فايتكم كتير. وانا شايفه ان العلوم مش محتاج شرح كتير جدا او مش محتاج يعني، فعشان كده رشحت لكم قناه واحده عشان بس ما تشتتوش نفسكم. نيجي بقى للانجليزي، والانجليزي طبعا محتاج حفظ كلمات كتير جدا وفهم للجرامر وكمان القطعه والباراجراف، فاحنا عاوزين قنوات كده تطبق كتير جدا وتحل كتير جدا على الانجليزي وكمان تكون بتشرح جرامر. واول قناه معانا هي قناه مستر عمرو الرجب، القناه عليها عدد كبير جدا من الشرح للجرامر وكمان الوحدات بتاعه الانجليزي سواء بقى اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، عليها عدد كبير جدا من الشروحات اللي هتفيدكم. وتاني قناه معانا هي قناه انجليش وزي ياسمينه، القناه دي عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات والمراجعات، يعني ممكن تلاقي مراجعه لك مثلا الوحده او الانجليزي او جرامر كله مثلا في فيديو او فيديوهين. وتابعوا القنوات دي في الانجليزي لان القنوات دي جميله جدا. وما تنسوش زي ما قلت لكم خلوا معاكم كشكول دايما اكتبوا فيه التلخيصات واهم الكلمات المهمه واهم
واهم كمان القواعد بتاعه الجرامر. بالنسبه بقى للدراسات فزي ما قلت لكم محتاجه حفظ كتير جدا، وخاصه انها نظريه وكل الكلام اللي فيها يعني عباره عن كلام كتير، والدروس بتاعتها طويله وخاصه دروس التاريخ. فاحنا عايزين نحفظ ونقسم الدروس على جزئيات كده، او الدرس نقسمه على جزئيات كده ونبدا فيه جزئيه جزئيه، وتسمع لنفسك بقى شفوي او كتابه وتتاكد ان انت حفظت الجزئيه تدخل على الجزئيه اللي بعدها على طول. واهم قناه هنراجع من عليها او هنذاكر من عليها الدراسات لو احنا مش فاهمين بعض الدروس هي قناه مستر عطا زكي شحاته. القناه دي جميله جدا وعليها كل الفيديوهات وعليها كل الشرح لاولى وثانيه وثالثه اعدادي، فهتلاقوا عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات في التاريخ والجغرافيا. في اي درس مش فاهمينه او صعب معاكم هاتوا الشرح بتاعه من على القناه دي على طول، وابداوا على طول تذاكروا كتير جدا فيه، وكمان كرروا كتير جدا المعلومات، او خلوا المذاكره بتاعتكم متقسمه، مثلا ممكن تذاكروا شويه بالليل وممكن تذاكروا الصبح اول ما تصحوا من النوم شويه، لان الطريقه دي بتساعدكم جدا ان انتوا تثبتوا المعلومات. او ذاكروا الدرس بالليل قبل ما تناموا وبعدين تصحوا الصبح كمان راجعوا عليه مره، هتلاقوا الدرس ثبت معاكم، لان المخ طبعا قبل ما ننام بيفلتر كل الحاجات وبيثبت كل حاجه مهمه احنا عاوزينها، فهتلاقوا الدرس ثبت معاكم وهتصحوا الصبح كمان تراجعوا عليه مراجعه كمان، فالدروس كده هتثبت معاكم بسرعه. الطريقه دي انا جربتها لسنين كتيره جدا، ولما تكون حاجه صعبه معايا بقسمها برده زي ما قلت لكم كده، جزء بالليل او جزء الصبح، او ممكن اراجعها كلها بالليل واصحى الصبح اول ما اصحى يعني اذاكرها تاني، فبتثبت معايا اكتر وبتبقى سهله بالنسبه لي. حابه كمان اقول لكم انكم لازم تكونوا ملتزمين وما تاجلوش اي حاجه عليكم، وكل يوم تنفذوا الحاجه اللي موجوده عليكم في اليوم. يعني مثلا لو النهارده السبت تقوموا على طول تذاكروا الرياضه وكمان تذاكروا العربي وتبداوا في الجدول ده عشان يلم لكم كل حاجه كده وما تراكموش اي حاجه عليكم على طول. وعايزه اقول لكم كمان ان التكاسل هو اساس اي حاجه بتتراكم، لان الانسان لما يكون مكسل ويكسل على طول كده ويسيب كل حاجه متراكمه عليه عمره ما هينجز حاجه، وكل حاجه هتبقى متراكمه عليه ودايما هيكون حاسس كده بالسلبيه وعدم الانتاج. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الحاجه لما تتراكم علينا بنحس كده ان احنا مش قادرين وثقتنا في نفسنا بتقل وكمان بنتعب نفسيا، فعشان كده عاوزين نلم كل حاجه متراكمه علينا ونكون اقوياء كده عشان نلم كل حاجه وما نراكمش، ونكون كده عندنا قوه اراده ونقوم كل يوم نلتزم بالجدول بتاعنا ونذاكر كل حاجه علينا. وده كان الشكل النهائي للجدول بعد ما خلصت، وكتبت كمان ستيك نوت تحفيزيه، وكمان لونت كده كل حاجه بلون مختلف وخليته كده شكله مبهج وجميل. انتوا كمان لازم تنقلوا الجدول بالطريقه دي كده عشان يكون مبهج ليكم، كل يوم ما تفتحوه كده تلاقوا نفسكم متحفزين وعندكم شغف للمذاكره، وكمان يكون قدامكم كده على المكتب على طول، اول ما تفتحوا الكشكول تحطوه قدامكم على المكتب وتشوفوا ايه الماده اللي انتوا هتذاكروها على طول النهارده. والجدول زي ما انا قلت لكم قدامكم على الشاشه، ممكن تاخدوا سكرين او تكتبوا الجدول زي ما انتوا حابين يعني. وكمان لو انتوا حابين كمان تنقلوا المقالات التحفيزيه اللي انا كاتباها دي جميله جدا ممكن تكتبوها لانها تحفزكم. وبس كده، يا رب يكون الجدول ده عجبكم واستفدتم، ويا رب كمان تحققوا الجدول ده وتمشوا عليه في رمضان لانه هيلم لكم كل المواد زي ما انا قلت لكم، وكمان هيكون جميل كده، وخاصه لما تعملوا الورقه اللي انا قلت لكم عليها اللي هتلموا فيها كل حاجه متراكمه عليكم او هتكتبوا فيها كل حاجه متراكمه عليكم في المواد، لانها هتفرق جدا جدا معاكم وهتعرفكم ازاي ترتبوا وقتكم وكمان تنظموا وقتكم. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وكمان اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد وتشجعوني ان انا اعمل فيديوهات اكتر، واكتبوا لي كومنتات كتير جدا عشان تشجعوني في الكومنتات. وهسيب لكم في اول كومنت لينكات لفيديوهات مهمه يا ريت تشوفوها برده لانها مهمه جدا. فيديو ازاي تذاكر في رمضان واهم النصائح واهم الروتينات للمذاكره في رمضان هيفيدكم جدا جدا، وكمان فيديو ازاي تلموا المتراكم عليكم في رمضان اولى وثانيه وثالثه اعدادي، الفيديو ده هيفرق معاكم جدا جدا، فما تنسوش تشوفوا الفيديوهات دي وتقولوا رايكم في الكومنتات. واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.